هي نفس الغلاسة والرذالة، هو نفس الموقف، مفيش حاجة بتتغير. أي حاجة في الدنيا بتتغير، أي فرقة مرة تكسب ومرة تخسر إلا الأهلي والزمالك. فجأة الأهلي النهاردة قرر يبقى فريق بطولات، قرر إنه يبقى فيه الروح بتاع الفانيلا الحمراء، قرر إن كل اللعيبة اللي فيه تبقى عظيمة، قرر إن الجمهور بتاعه يبقى جبار، قرر إنه يعمل كل الأشياء البايخه الرذله الغلسه اللي ما فيهاش انسانيه، اللي ما فيهاش لذاذه، اللي ما فيهاش عداله. فرقه بتكسب برجلين الزمالك، يعني هم جايبين 3 اجوان الزمالك اللي مديهولهم، حسام عبد المجيد هو اللي مدي الاجوان ومضيع بينالتي. فالنهارده الاهلي لم يفعل شيء، الاهلي خد الحاجه اللي هو دايما ياخدها، والزمالك خد ايه؟ الحاجه اللي هو دايما بياخدها، النكد والهم. يا جماعه عايز بس اقول لكم على حاجه بشويش كده عشان جمهور نادي الزمالك كمان ما يتنقطش زي ما انا هتنقط. انت بتلعب قدام فرقه فيها 5 6 سوبر دوبر جامبو بلايرز، تريزيجيه، امام عاشور، بن شرقي، انت بتلعب قدام فرقه طاهر فيها لعيبه سوبر. الفرقه دي يا جماعه منزله لعيب اسمه زيزو كابتن منتخب مصر يلعب اخر 5 دقايق ب 80 مليون جنيه عشان يلعب 5 دقايق. ما انت كمان بتلاعب مين؟ انت بتلاعب فرقه عندها سكواد، عندها لعيبه، عندها امكانيات، عندها فلوس، وانت غلبان بتكمل المرتب لاخر الشهر. هل انا كنت فاكر ان احنا هنكسب النهارده؟ ابدا. انا سجلت بايدي قلت لكم النهارده مش هنعرف نكسب. انما هو فين العدل؟ يعني هو فين فرقه ما لعبتش الموسم كله؟ هو الاهلي ده لعب بنكله السنه دي ولا الهوا؟ هو الاهلي ده فريق كويس السنه دي ولا ليه لازمه؟ هو الاهلي ده عمل اي حاجه السنه دي ولا نعرف حاجه؟ كل اللي عمله الاهلي انه لعب ماتش النهارده، بس ماتش النهارده، وكالعاده دايما